مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين: إعفاء المعاشات، عدالة ضريبية، امتياز جديد لميسوري القطاع العام. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. الإجراء الضريبي الجديد المدرج ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 والذي ينص على إعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة أثار جدلا واسعا وانتقادات حادة بسبب تأثيره المحدود للغاية. ورغم الترويج له كخطوة تاريخية إلا أن الاستفادة ستقتصر على فئة صغيرة من المتقاعدين معظمهم من ذوي الدخل المرتفع. تشير معطيات صناديق التقاعد إلى أن غالبية متقاعدي القطاع الخاص المنضوين تحت لواء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يستفيدوا من هذا الإعفاء. السبب وراء ذلك هو أن سقف المعاشات في هذا الصندوق لا يتجاوز 6000 درهم شهريا، وهي فئة معفاة من الضريبة أصلا بفضل الخصم الجزافي. النتيجة: من بين 795,800 متقاعد تابعين للصندوق يتوقع أن يستفيد 32 شخصا فقط من هذا الإجراء. في المقابل سيستفيد من هذا الإعفاء بشكل شبه كامل متقاعد القطاع العام المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. البيانات تكشف أن 20% من متقاعدي الصندوق المغربي و12% من النظام الجماعي مؤهلون للاستفادة، ما يعادل نحو 166,800 شخص من أصل 890,000 متقاعد في القطاع العام. ورغم محدودية المستفيدين ستكلف هذه الخطوة خزينة الدولة حوالي 1.2 مليار درهم سنويا على مدى سنتين، مما قد يضطر الحكومة إلى تعبئة موارد إضافية أو تقليص النفقات لتفادي اختلالات المالية. وقد وصف خبراء هذا الإجراء بأنه غير منصف إذ يعمق الفجوة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص، ففي حين يتمتع ميسور القطاع العام بزيادة في دخولهم يظل متقاعد القطاع الخاص الذين يتقاضون معاشات متواضعة بعيدين عن الاستفادة. ورغم أن الهدف المعلن للإجراء هو تعزيز القدرة الشرائية فإنه يكشف عن تفاوتات حادة بين المستفيدين ويثير تساؤلات جدية حول العدالة الاجتماعية ومدى نجاعة السياسات الضريبية في تحقيق التوازن المطلوب.